تماثيل حجرية كهذا الأسد البازلتي كانت موجودة هنا في مدخل معبد عين دارا الذي يعتبر من الآثار النادرة للحثيين في الألف الأول قبل الميلاد. لكن قرابة 50% من هيكل المعبد تضرر في الأيام الأولى من العمليات العسكرية التي تجري في محيط عفرين. وتناثرت تماثيل الحيوانات الأسطورية والحجارة الأرضية على أطراف المعبد. كنت هون عم بلعب بالغنم، اجت طيارة من تركيا، طلعت هون، طلع دخان أسود وصوت هيك، جينا طلعنا ما مخلي شيء، كله هاي حجر أسود. تبعد قرية عين دارا حوالي 8 كيلومترات عن مدينة عفرين، وتبلغ مساحة المدينة المرتفعة حوالي 9000 كيلومتر مربع، ويضم العديد من اللوحات الحجرية المزخرفة، ويقدم نموذجا عن فن العمارة الدينية لدى الحثيين. وبحسب أهالي القرية فقد أدى قصف الطائرات التركية إلى تدمير درج الموقع، وتضررت الأجزاء السفلية من هيكل المعبد. وتنفي أنقرة من طرفها استهداف الجيش التركي المناطق التاريخية في عفرين. هذه بعض الشظايا التي حولت المنحوتات الحجرية والأسود البازلتية التي كانت موجودة هنا في موقع عين دار الأثري هنا في مدينة عفرين وحولته إلى ركام. وبحسب السكان المحليين تعمد الجيش التركي قصف هذا المعبد رغم بعده نسبيا عن محاور القتال. منطقة عفرين التي يسكنها الكرد خضعت للعديد من الإمبراطوريات والممالك، وأهمها الهورية والميتانية والحثية والآرامية إلى جانب الرومانية والإسلامية. وتضم الكتلة الكلسية في جبل ليلون أو جبل سمعان العشرات من القرى التي بنيت بين القرنين الأول والسابع. وبحسب هيئة الآثار في مقاطعة عفرين فقد تم توثيق تضرر 4 مواقع أثرية مصنفة على قائمة التراث العالمي بسبب القصف التركي على المنطقة، رغم أنها تبعد قرابة 25 كيلومترا عن نقاط التماس. والأخبار الواردة تؤكد تعرض موقع سيروس النبي هوري للقصف، بالإضافة إلى موقع علبيسكي، وهذا الموقع الذي نحن فيه هو موقع قلعة كالوتا هو الآخر تعرض للهدم والانهيار. ومع ارتفاع وتيرة الاشتباكات في قرى وبلدات عفرين تدعو منظمة اليونسكو أطراف النزاع إلى تحييد المواقع الأثرية. حبر عثمان، الحرة، عفرين.